شوقي يقول: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب. هذا من أعظم ما قيل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى في أخبار الخاصة، يعني ليس في الكتب، سمعته من كثيرين من أسر لها قرابة من شوقي يقولون، والعلم عند الله إن كان هذا حقا، أن شوقي رؤيا في المنام فسئل فأخبر أن الله قد غفر له بمدحه لنبيه صلى الله عليه وسلم. والحق أن شوقي وفق إلى حد كبير، ثمة أبيات أخطأ فيها في الهمزية والبائية والميمية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان شوقي على أنه كان رجلا حييا لا يستطيع أن يتكلم، فهو يكتب الشعر ولا يلقيه، ويحضر يجلس مع الناس ويطلب من أحد الناس أن يلقي شعره، ويستحي أن يقوم بين الناس، يعني ليس فيه قدرة على مواجهة الناس. ومع ذلك كان يكتنز ثروة عز نظيرها. من يقرأ الموسوعة الشعرية 9 مجلدات فيها شعره ومسرحياته ونثره ورسائله لإبراهيم الأبياري، من يقرأها بتمعن يعلم أي كنز ثقافي كان في صدر ذلك الرجل، وهذا مما زاد شعره علوا. وإلا العرب لا يتفقون على شيء، وما اتفق عليه العرب أشياء بسيطة، منها القبول أن شوقي يصبح أمير الشعراء، هذا ما اتفق عليه العرب. جاء الشعراء جميعا فبايعوه، يقول حافظ: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشعر قد بايعت معي. فكلهم بايعوا. نأتي للهمزية. البائية قال فيها: سلوا قلبي غداة سلا وتاب، لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا، أخ الدنيا ترى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابا، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغاب، جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أر مثل حكم الله حكما، ولم أر مثل باب الله بابا، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. وهذا من روائع شعره. قال في الهمزية: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بيت النبيين الذي لا يلتقي في إلا الحنائف فيه والحنفاء، خير الأبوة حازهم لك آدم، دون الأنام وأحرزت حواء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد، وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمعاء. ويقول رحمة الله تعالى عليه في الميمية: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثتني النفس قائلة، يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي، لقد أنلتك أذنا غير واعية، ورب منتصت والقلب في صمم.
يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم. إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم. الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. وعلمت أمة بالقفر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم. لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم. ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم.